favorite shift? Shift call. اهلا بيكم في الشفت الامتع على الاطلاق، شفت كوره. اول حاجه احنا عملنا حلقه انا وكابتن عادل وعمر في بعد مباراه مصر وبلجيكا، بس للاسف انا هوريكم دلوقتي كده حته بسيطه من الحلقه طلعت من غير صوت، فانا صحيت لكم تاني يوم على طول عشان اعمل لكم حلقه. لازم طبعا ننزل بحلقه. هو عرف ان هو يعمل النتيجه والاداء ده قدام المنتخب البلجيكي. تعالوا نبدا اول حاجه بكابتن حسام حسن. والله يا جماعه انا الراجل ده انا من ايام وهو بيلعب في المصري وهو بيدرب المصري قصدي، انا بقول ان احنا عايزين مدرب لمنتخب مصر زي كابتن حسام حسن. كابتن حسام حسن هو النسخه الافضل لكابتن حسن شحاته، المدرب المصري اللي عارف يطلع افضل الامكانيات من لعيبته، اللي عارف يكتشف لعيبه كويس جدا، اللي عارف يعتمد على لعيبه ما حدش يعرفها اصلا في الدوري المصري. وشفنا ناس زي زيكو وحمزه عبد الكريم وحتى يعني ناس اول مره تشوفها في المنتخب، ناس انت حاسس ان انت شايف حاجه محدش كان عارفها غير الراجل ده. الراجل ده بيقدم لك نسخه من منتخب مصر انت كنت مفتقدها من ايام الكابتن حسن شحاته في 2006 و2008 و2010. حتى النسخه دي ما قدرتش توصل على فكره لكاس العالم، هو قدر يوصل بيها وقدر يحقق يعني انجاز تاريخي لمنتخب مصر في كاس العالم. ولسه انا حاسس ان في مفاجآت تانية كتيره. افضل حاجه ان انت ما عندكش مش هقول ما عندكش طموحات، بس مش ما عندكش ضغوطات. يعني انت دلوقتي لو الراجل ده طبعا احنا عايزين نصعد يعني، بس لو صعد مثلا لحد دور ال 32 لك نسخه ممتازه من منتخب مصر، وبيلعب لك في التشكيله كده بطريقه يعني غير متوقعه اطلاقا، ان هو يبدا التشكيله ب 4-4-2 صلاح ومرموش وزيكو وامام عاشور على الشمال، معاك مهند لاشين ومروان عطيه. التشكيله دي قدرت ان هي تزنق المنتخب البلجيكي بشكل كبير جدا على مدار المباراه، على مدار 90 دقيقه. حتى والمنتخب البلجيكي معاك كوره ما كانش عارف يعمل حاجه، الكوره كانت كل شويه بتتقطع، المنتخب المصري بياخدها. ما شفناش خطوره قوي غير على اوفا بالذات لما ابتدوا يمسكوا الكوره في الشوط الثاني، انما اغلب المباراه الكوره كانت مع خطورتها مع المنتخب المصري، كانت مع المنتخب البلجيكي ولكن في الاول وفي الاخر الكوره كانت خطورتها مع المنتخب المصري. التحولات بتاع الكابتن حسام حسن، اللعيبه دي مش بس بتلعب على الجرينتا، اللعيبه دي كمان قدرت تثبت لك ان في تكتيك بيتعمل، في حاجه الكابتن حسام بيعملها. فكره ان انت تشوف صلاح بيلعب كصانع العاب او شادو سترايكر، عشان احنا بنلعب 4-4-2 او بشكل اوضح 4-4-1-1، ان صلاح بيسقط از شادو سترايكر كده المهاجم الوهمي. فدي حاجات احنا لاول مره بنشوفها، حتى صلاح ما بيعملهاش مع ليفربول. في حاجه بتتقدم من كابتن حسام حسن، فشابوه كابتن حسام حسن. نيجي بقى للعيبه. امام عاشور يا راجل، انت اقسم بالله علي العظيم حرام عليك نفسك، حرام عليك نفسك واللي بتعمله في مسيرتك الكرويه، ان انت قادر توصل بيها ابعد من كده بكتير. قادر توصل ان انت تحترف في الدنمارك في ميتلاند وترجع النادي الاهلي عشان الصيت والحرق. يا راجل ايه اللي جابك؟ ايه اللي جابك والله العظيم؟ انت كنت كمل بره. واحد زي ده ازاي يلعب في النادي الاهلي؟ انا مشكلتي معاه عقليته، ان هو حتى هو بيلعب في النادي الاهلي شويه فوق وشويه تحت بسبب المشاكل بتاعته ومشاكله مع النادي الاهلي. فالراجل زي ده والله العظيم امام، دي فرصتك الاخيره ان انت تعمل حاجه للتاريخ، حاجه للتاريخ انت ممكن توصل بيها بعيد. استغل دي وانت لحد دلوقتي مستغلها. عايزين بس نشتغل على حته البدني شويه، طبعا ما فيش وقت قوي علشان احنا اوريدي في وسط البطوله، بس يعني شوف ازاي هتقدر تقسم مجهودك. انت جيت على فكره، مش هقدر الومك على الجون الثاني لان انت كنت سبب كبير فيه، انت تعبت. الراجل يعني الدقيقه 60 65 الراجل فصل. عندك كابتن محمد هاني برضو، ده موضوع تاني بقى، يعني احنا نجيب امام عاشور كده نخش على هاني بقى. محمد هاني رجل المباريات الكبيره، محمد هاني يكيفك. محمد هاني هات له ديفيس، هات له دوكو، هات له فينيسيوس يا باشا، هو بتاع الحاجات دي. ما تجيبلوش بقى لعيبه بالدوري المصري وبتاع، ولا مش هيعمل لك اي حاجه، انت بس لعبه في المنتخب. فشابوه محمد هاني. انت كمان لعيبه كتيره تألقت، مش عايز انسى حد، صلاح مستوى لا اروع، ياسر ابراهيم، اوفا اللي فعلا واحد زي ده انا متاكد ان هو بنسبه كبيره ممكن يحترف بعد كاس العالم. عندك انا مش عايز انسى حد والله، مروان عطيه، مهند لاشين، امام عاشور طبعا، وصلاح ومرموش. بصوا يا جماعه، عشان في اختلافات كتير قوي على مرموش، خاصه ان هو ضيع فرص
بس يا جماعه الراجل مش بيلعب في مركزه، الناس برضو لازم تعمل حساب الموضوع ده. الراجل بيلعب سترايكر صريح، هو مش المحطه، بس رغم ده هو اخذ الكوره ولف بيها وجري وعمل سبرنتات. هو ده مش بتاعته. شفتوا لوكاكو اخدها ازاي؟ هو دي بتاعت لوكاكو، واحد بالهجمه دي بتاع. ان مرموش يغفل يجي من ورا كده، هو ما حدش واخد باله منه مع الاسترايكر الاساسي زي ما بيعملها في السيتي مع هالاند، يجي من على اليمين يجي من على الشمال، انما يبقى هو راس الحربة المعتمد عليه كليا، فكل الرقابه الدفاعيه عليه دي مش بتاعته. بس رغم ده والله عمل خطوره، وهو بس يعني لو يبص كده شويه يلعب لزمايله، عشان بحس ان هو عنده مشكله باصص في الارض. المشكله دي بتواجه عامه ناس كتيره جدا في الناشئين، بس ده واحد بيلعب في السيتي اظن هو بس يعني عليه ضغط كبير، فمش عارف ان هو يركز قوي في الحته دي. يا ريت بس يرفع وشه كده يبص على اللي حواليه يباصي، يعني عشان الضغط اللي عليه يتشال شويه. الف مليون مبروك المنتخب المصري بعد ادائه ولا اروع مع المنتخب البلجيكي. كان اداء بصراحه غير متوقع اطلاقا، خاصه ان انت متخيل ان انت بتقول ان انت عايز تكسب بلجيكا، يعني انت متطالع ومتضايق ان انت تعادلت مع بلجيكا. حسام حسن خلانا يبقى عندنا طموح ان احنا نوصل لبعيد قوي، ويا ريت نفضل بنفس الاداء ده ان شاء الله مع نيوزيلندا. خاصه يا جماعه ان نيوزيلندا وايران اتعادلوا مع بعض، نيوزيلندا وايران. فانتوا عارفين ده معناته ان كل المجموعه معاها نقطه واحده. دلوقتي انت مبارياتك مع نيوزيلندا وايران تخليك اول مجموعه. ان شاء الله المنتخب المصري يقدر يوصل لابعد مكان، وزي ما قلنا ان شاء الله ربنا يوفقك يا كابتن حسام. انا من اول الناس اللي امنت بيك والله، من قبل ما تبقى اصلا مدرب لمنتخب مصر. طول عمري كان نفسي ان انت تبقى متولي القياده الفنيه للمنتخب. متضايق جدا طبعا ان الحلقه اللي كان فيها اللايف رياكشن بعد المباراه على طول اتشارك، كانت حلقه قويه جدا مع زمايلي هنا في الاستوديو التحليلي في شيفت كوره، كابتن عمر وكابتن عادل. ان شاء الله باذن الله هنعمل حلقات تانية الفتره اللي جايه. قلت اعوضكم بس بحاجه سريعه كده تبقى نزلت عن المباراه. ويا جماعه بخشوا في لايفات كتير قوي بتتفتح على مدار البطوله، هتلاقونا بنفتح لايفات على التيك توك وعلى اليوتيوب. يلا اشوفكم في الحلقه اللي جايه. الف مبروك للمنتخب المصري، وان شاء الله نتصدر المجموعه ونعمل حاجه في كاس العالم. السلام عليكم.